السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اكيل اسكندراني. وفي فيديو بقى النهارده يعني اكلة لكل عشاق الشاورما والفتة الشاورما، يعني الاكلة اللي ما يختلفش عليها اي حد. فالنهارده بقى هنعمل مقارنة ما بين ثلاث مطاعم، اقوى ثلاث مطاعم تقريبا من وجهة نظري بيقدموا فتة الشاورما، وهم فيروز، كرم الشام، وخواطر دمشقية. الاسعار مختلفة ما بين كل مطعم والتاني، وهنشوف بقى ده بيقدم ايه وده بيقدم ايه. اهم حاجه هيكون طبعا الطعم والسوا بتاع الفراخ وطعم الفته. فكل ده هنقارنه في الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى لو انت اول مره بتشوفني فاشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بالفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. ولو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك للفيديو، ويلا بينا بقى نشوف جبنا ايه النهارده. طلبنا بقى من كل مطعم فيهم واحد فتة شاورما فراخ، فالمقارنة هتكون النهاردة على فتة الشاورما الفراخ. الأسعار طبعا كانت مختلفة، يعني هنا في خواطر دمشقية 65 و75، فالجبنة أبو 65. وفيروز 65 برضو، 75 جبنة أبو 65. أما كرم الشام بقى كان ب70 و80 وتقريبا 90، فجبنا 70 أو 70 و90. جبنا اللي هو أبو 70 يعني، يبقى قريب ما بينهم. فخلينا كده بقى هنبدأ بأول واحد معانا ونشوف بقى الفتة الشاورما عاملة ازاي، ويلا بينا. هنيجي بقى لأول واحد معانا وهو كرم الشام. كرم الشام ده كده بقى ايه يعني التغليف بتاعه؟ هو عبارة عن علبة الفتة الشاورما، وعلبة كده فيها تومية ومعلقتين بس كده. زي ما قلت لكم ان سعر فتة الشاورما دي عامل 70، دي تقريبا الحجم اللارج. ده كده شكلها اهي اهي. يعني هي عبارة عن طبقة الفراخ من فوق، تحتيها العيش اللي هو المتحمص ده والتومية، وآخر حاجة هي الرز. يعني كحجم كويس مقابل 70 جنيه. وهنا هيبقى في الفتة حاطط التومية، وحاطط لك كمان علبة تومية لو انت عاوز تزود، فدي حركة كويسة منهم. يعني خلينا ندول الأول الفراخ، دي أهم حاجة في الموضوع. بص شكل بقى الفراخ والتسوية بتاعتها عامل ازاي. مم. كانت محتاجة سنة صغيرة بس في السوا، يعني هي بتشد معايا حاجات بسيطة. طب خلينا ناخده حتة كمان عشان برضو ايه ما نظلمهوش. مم. مم. طب ما دي حلو، يبقى كده مش كلها سوا واحد. دي كده بص. مم. دي بتدوب في البق على طول. هي هنا عبارة بقى عن يعني كده اهي الشاورما من فوق اهي الفراخ، تحتيها على طول اللي هو العيش اللي هو المتحمص، تحتيها على طول ايه التومية والرز. فخلينا كده ندوق ونقول بسم الله. بسم الله. مم. واحدة بقى ايه كله على بعضه. طعم التتبيلة بتاعت الرز جميلة جدا. من أحسن الناس اللي بتعمل رز هو كرم الشام، يعني التتبيلة بتاعت الرز بتاعته كويسة قوية. طعم الكركم يعني ظاهر أوي فيها. المشكلة بقى الوحيدة العيش هنا خلاص كده العيش مش مقرمش، العيش عجن. ليه بقى؟ لأن هو بيحط العيش وسط كل الكلام دوت، تحت فوقيه الفراخ فوقيه تومية، فطبعا العيش بيشرب من كل الكلام دوت فبيطرى، ما بيبقاش مقرمش. فدي مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتبقى عند كرم الشام. لكن كإجمالي الطعم والشاورما السوا بتاع الفراخ كويس إلى حد ما. في هنا قطع مستوية كويس، وفي قطع هنا لسه بتشد معاك حاجات بسيطة. فخلينا لو هندي تقييم لكرم الشام فهنديله تقييم 7.5 من 10، ونخش بقى على اللي بعده. ونيجي بقى على تاني واحد معانا وهو خواطر دمشقية، برضو مطعم من المطاعم الكبيرة ومشهور
اللي انا مستغرب له بقى ان دي كده سعرها 65 جنيه، يعني دي ارخص من كرم الشام ب5 جنيه. دي حجمها يعني تقريبا كده نص بتاعة كرم الشام، نفس نص العلبة. خلينا نقارن دي بدي. بص يعني دي كده نص دي اهي، دي كده بص نص دي ب70، دي ب65، يعني البداية كده واضحة. البداية مبشرة. لا هي مش مبشرة. قلنا سعر فتة الشاورما بتاعت خواطر دمشقية سعرها عامل 65 جنيه. دي ميديم، هي مش ميديم كمان، دي تدي سمول. يعني بصوا دي كده بقى شكلها اهي، قطع الفراخ كده من على الوش. دي كده بقى فتة الشاورما بتاعت خواطر دمشقية زي ما انتم شايفين كده. قطع الفراخ اهيت على الوش، تحتيها على طول العيش، تحتيها التومية والرز. حجمها صغير بالنسبة للسعر بتاعها، مش عارف بقى دي كده هتطلع معانا ايه، بس احنا اهم حاجة الطعم. خلينا نشوف الطعم، يلا بينا. احنا اهم حاجة بالنسبة لنا هو الطعم، لعل وعسى هيطلع الطعم هو الفيصل في الحاجة دي. يعني دي كده قطعة الفراخ برضه هندوها الأول زي كرم الشام. بسم الله. مم. مم. مستوية كويس. يعني أنا بالنسبة للعلبة دي بالظبط كده 4 5 معالق وهتلاقيها خلص. فخلينا كده ندوق ونقول بسم الله. هنا بقى العيش يعني ايه، لسه بيقرمش. ده اللي انا كنت بتكلم فيه بقى. يعني هنا بص العيش، هنا العيش بيقرمش زي ما هو، مش معجن زي بتاع كرم الشام، فدي حاجة كويسة. لكن الرز هنا بقى كرم الشام يكسب. مم. كرم الشام يكسب فيه ككمية، وطعم الرز متبهر، وطعم البهارات ظاهرة في كرم الشام عن خواطر. لكن هو مش وحش، يعني هو كطعم مش وحش خالص. بالعكس هنا العيش القرمشة بتاعته مديها طعم للشاورما. لكن كحجم صغير جدا مقابل ال65 جنيه. فخلينا لو هنديله تقييم فهنديله تقييم 7 من 10، ونخش بقى على تالت واحد وآخر واحد معانا. هنيجي بقى لتالت واحد معانا وآخر واحد معانا، وهو فيروز أو مطعم فيروز. أنا جبت من كرم الشام فرع دوران سموحة، وخواطر الدمشقية برضو فرع دوران سموحة اللي هو عند مسجد حاتم. أما بقى فيروز فمن قدام محطة سيدي جابر على طول. فيروز هنا بقى إيه يعني، ماشي. جاب لك 3 قطع مخلل كده بس ظبط الكلام. خواطر ما كانش حاطط أي حاجة، ومعلقتين. وشكل الفتة بقى يعني إيه، نفس حجم بتاعة كرم الشام اهي، نفس الحجم. وسعرها عامل 65 جنيه، يعني برضو كطعم هنشوفوها هيبقى عامل ازاي. خليني اوريها لكم عن قرب. دي كده بقى شكل فتة الشاورما بتاعة فيروز، عبارة عن الفراخ، تحتيها على طول بقى التومية والرز. العيش اهو كمية بسيطة مش كتير، الرز ياما. فخلينا كده ندوق بقى فيروز في الفتة الشاورما عاملة ازاي، ونشوفوا بقى الدنيا عاملة ايه. خلينا ندوق اول حاجة زي ما بدأنا بكل واحد فيهم، وهي الفراخ. دي كده بقى شكل قطعة الفراخ. بسم الله. مم. واحدة كمان. ماشي ماشي حالها يعني ايه.
مش هنقوله بتشد، حاجات بسيطة أوي، بس يعني إيه، فيك برضه حتة وحتة. مش عارف بتيجي إزاي، تقريبا مبيقطعوش من نفس المكان أو نفس التقطيع. تمام. يعني بالنسبة لطعم الفراخ فكويس. خلينا كده بقى إيه ندوق الرز. بسم الله. مم. طعم الفراخ هنا عاجبني. طعم الرز برضو كويس، بس يعني ايه، البهارات فيه مش قوية. يعني الرز كويس. عايزين ناخده بقى ايه واحدة فيها كل حاجة. اهي. معلقة كده فيها كل حاجة. بسم الله. مم. مم. عجبتني قوي كمان. طعم الفراخ كويس. الرز مفهوش بهارات كتير، بس برضو طعم الرز حلو. مم. اللي هو زي ما بنقول حباية بحبايتها كده. العيش برضو فيه قرمشة. يعني مش العيش مش معجن مع الفتة. لا، طعم العيش كويس وظاهر وبيقرمش، وطعم هنا الفتة كويس. فخلينا برضو عشان ما نظلمهاش هنجيب كمان هنا جنبيها كرم الشام. نشيل دي خلاص مش عايزينها، ودي معلقة تانية. كرم الشام ب70، أما فيروز ب65. خلينا ندوق تاني كرم الشام. نحسسهم الاتنين قريبين من بعض. بسم الله. مم. مم. الاتنين قريبين جدا من بعض. بس المشكلة الوحيدة اللي عند كرم الشام إن العيش هنا معجن مع الرز مع الفراخ. لكن يجي هنا بقى الفيروز فالعيش بيقرمش، وأنا من نوعية الناس اللي بتحب العيش بيقرمش معايا في فتة الشاورما، ما تبقاش العيش معجن. باكل عجين كده زي الرز والفراخ. ف يعني فيروز يكسب كرم الشام وياخد أول. يعني الفرق مش بسيط والله يعني. مقارنة بالسعر ففيروز يكسب 65 جنيه، كرم الشام ب70. نيجي بقى للطعم، الاتنين قريبين جدا من بعض، بس فيروز الحاجة الوحيدة اللي تميزه عن كرم الشام إن العيش هنا بيقرمش. يعني العيش هنا بيقرمش، هنا العيش معجن خالص. وبس كده، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة وفيديو النهاردة. واكتبوا لي بقى رأيكم تحت في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. ومن هنا الفيديو جديد. السلام عليكم.